اهلا بيكم في مطبخ جديد في مدينه العبور. معانا مطبخ النهارده من خامات البوريلاك الهندي ومفصلات ومجرى ادراج سفلي بلوم. تعالوا بينا نتفرج على المطبخ ده. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. اهلا وسهلا بيكم في مطبخنا النهارده. حبينا نخلي المساحه مفتوحه بقدر الامكان ونضيف جزء جزيره يملى الحيز بتاعنا في المساحه الواسعه دي. وفي نفس الوقت بدانا بجزء قاعده احنا في ريسبشن مع يعني ملحق بيه مطبخ، او المطبخ هو الواجهه الاساسيه بتاعت مدخل الفيلا. بدانا هنا بجزء ركنه، طبعا العميل هو اللي نفذها. احنا ضفنا تجليده في ورا الركنه بنفس الالوان بتاعه المطبخ، برفوف للديكور بجزء الاسبوتات. دخلنا فيها دمج ما بين اللون الساده واللون الخشبي زي ما انتم شايفين. بعد كده خدنا هنا دولاب للديسبنسر وللتخزين في نفس الوقت. فخدنا هنا جزء للتخزين، خليت هنا الشكل يكون متناسق في الاول، لكن هي العلبه هنا كلها جزء واحد. ومن تحت دولاب ادوات نظافه بالميكانيزم بتاع ادوات النظافه لتعليق المقشات وهكذا. بعد كده خدنا منطقه الفرن وراعينا طبعا ان في تكييف في المكان، وخدنا هنا رف ديكور تحته اضاءه بحيث ان انا تهويه التكييف مفيش فيها اي مشكله. وبعد كده خدنا هنا ضرفه تاتش تناسب طول العميله في الاستخدام، وفي نفس الوقت تبقى شكلها كاكسسوار ظريف في البدايه. بعد كده تحت الدولاب الفرن ال90 بالهوايه بتاعته، خدنا تحته
جزء ادراج للصواني وللطاسات وهكذا. بعد كده خدنا هنا دولاب تخزين بعبارة عن أدرج من الداخل بحيث تكون منظمة أكتر وتاخد معانا الحاجات جوه منظمة، محتاجش إن أنا أطلع الحاجة اللي جوه الأول أو الحاجة اللي بره عشان أجيب الحاجة اللي جوه. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده طبعا مكان الديب فريزر اللي كان متناسق جدا مع دولاب الكولر في الأول، خليت الموضوع فيه سيمترية على اساس ان هو في المدخل طبعا فوق وحده تخزين مع مراعاه جوانب التهويه من الامام ومن الخلف. بعد ما خلصنا منطقه الثلاجات ومنطقه الفرن او منطقه الدواليب بصفه عامه، خدنا بقى هنا منطقه البوتاجاز ومنطقه الشغل السريع. بدانا بترولي زيت على شمال البوتاجاز، وبعد كده خدنا درج للمعالق وللشوك تمام تحت البوتاجاز او منظم. بعد كده ادراج لتخزين الحلل زي ما احنا متعودين تحت الفرن بيلت ان. بعد كده خدنا درج تاني مقسم برضه بحيث ان هو يخدم الجزء المطبخيه او جزء الحوض. وبعد كده ادراج للرفايع بعمق كويس جدا. بعد كده خدنا هنا الكورنر حرف ال، مقسم جزء للحاجات الرفايع ومقسم جزء برضه للحاجات الكبيره لو في حلل ضخمه او كده، خصوصا ان هو الاسره كبيره يعني. بعد كده خدنا هنا وحده الحوض، ضفنا طبعا اكسسوار سله زباله ورفين تخزين او للحاجات السريعه اللي بحتاجها على الحوض في الضلفه نفسها. بعد كده طبعا على يمين الحوض غساله الاطباق، منطقه الثلاجه فوقها ضلفه قلاب مع مراعاه التهويه الجانبيه والخلفيه للثلاجه. بعد كده جزء الميكرويف في مكانه الصحيح الارتفاع المناسب للمستخدم مع مراعاة العمق بتاعه. فوق طبعا ضلفة تخزين علوية، وهنا طبعا جزء المطبخية بلوم، مطبخية ثابتة. خدنا هنا برضو وحدة تخزين في الأول، سيبنا جزء للشباك، خدنا وحدة تخزين في الأول وضلفة يمين وشمال الفلتر إزاز زي ما قلنا. المطبخ هو واجهة المكان واهتميت جدا بالجزء الديكوري اللي فيه. زي ما انتم شايفين الجزيره حبينا ان احنا نخليها مميزه بالكواليتي الرخام اللي احنا بنقدمها، بالجزء من بره بتجليد بولي لاك مع الجزء الخشبي بانعكاس ودمج الخشب مع اللون الساده. بعد كده دخلنا من جوه، خلينا الجزء ده طبعا مساحه الرخام انا احتجت ان هي تكون كبيره عشان تكون مساحه مساعده مع المساحه اللي عند البوتاجاز. خدنا هنا طبعا ادراج للتخزين عميقه للحلل علويه زي ما انتم شايفين، المجرى سفلي طبعا. بعد كده خدنا هنا درج خضار مقسم من الداخل بالشكل ده مع التهوية الخاصة بيه. مساحة جزء للقعدة بحيث ان هي تاخد 4 اشخاص متقابلين وشخصين اضافيين في الجزء الخارجي. برفرفة الرخام طبعا المناسبة لكل شخص بحيث ان هو يكون قاعد مرتاح في المكان بتاعه. المساحة ساعدتنا جدا علشان نقدم المستوى ده وعشان نقدم مستوى التصميم والتنفيذ الهايل ده. كل حاجة متناسقة، كل حاجة في مكانها. طبعا ضفنا هنا جزء ديكور، خصوصا ان احنا هنا بصينا على مساحة خارجية فيها بسين. حبيت انا اضيف هنا جزء ديكور بحيث ان اللي قاعد يبقى قاعد مستمتع بفيو المطبخ، وانا داخل من الباب فيو المطبخ حلو. المطبخ متناسق مترتب مع كل الاجهزه اللي كانت موجوده اثناء تاسيس التصميم. دي كانت احلى جزء في المطبخ رغم ان هي كلها دواليب واجهزه، لكن عرفنا نوظفها بشكل كويس جدا. الرخام وجوده الرخام والفينش بتاع الرخام هو اللي اظهر المطبخ جماله ورقيه، تفاصيل اللي اظهرت جمال المطبخ. مشكور جدا مسؤولين الرخام من خلالنا. طبعا تركيب الحوض سفلي، الاهتمام ببند الاضاءة، حبيت ان انا اخليه مطبخ كبير
فهو في وظيفه حبيت اخلي الاضاءه بيضاء على الرخام لسهوله الشغل ويدي حماس للشغل اكتر. خلت الاضاءه العلويه كلها باللون الورم عشان تدي فخامه اكتر للمطبخ. في الحقيقه بنشكر العميل جدا على ثقته فينا. استلام كامل بنود المطبخ. في النهايه ده كان مطبخنا النهارده من مدينه العبور. كانت خاماتنا بولي لاك هندي، HBL جرين لاند كيتشر، الرخام جالاكسي ستار، تقفيل 4 سنتي، ميرور ايدج. ركبنا زي ما انتم شايفين الاضاءه السفليه والسبوتات. سلمنا المطبخ بالكامل اللي انتم شايفينه ورايا ده بالظبط، هو ده التسليم بتاعنا. شكرا ليكم، شكرا لتابعتكم. ان شاء الله نشوفكم في مطابخ جديده في اماكن جديده. مع السلامه.